الفتيس الدول كلاتش ثنائي القابل دي سي تي او الدي اس جي زي ما شركه فولكس بتسميه. كلنا بنسمع انه مش عملي وبيبوظ بسرعه ومش بيستحمل الحر وبياكل مال اليتيم. انا جاي عشان اغير المفهوم ده واقول لك ان مش كل اللي انت سامعه عن الفتيس ده صح. في الفيديو ده انا هقول لك ايه مميزات وعيوب الفتيس الدول كلاتش بناء على تجارب شخصيه وتجارب شخصيه لناس اعرفها. ولو عندك عربيه فيها فتيس دول كلاتش انا هقول لك ازاي تسوقها وازاي تحافظ عليها بدون اي مشاكل وتنسى كل الخرافات اللي بتتقال عليها. انا طارق صلاح وده الجراج. مبدئيا الفتيس الدول كلاتش هو عباره عن فتيس مانيوال وراكب عليه جزء كهرو-ميكانيكي عشان يتحكم في الغيارات. يعني شالوا الدبرياج من جوه العربيه وحطوا لك مكانه جزء ميكانيكي يدوس الدبرياج مكانه، والجزء ده فيه دبرياجين عشان كده اسمه دول كلاتش. دبرياج ماسك الغيارات الفردي والتاني ماسك الغيارات الزوجي، يعني واحد ماسك الاول والثالث والخامس والتاني ماسك التاني والرابع والسادس. يعني على ما تخلص الغيار الاول يكون الكلاتش التاني محضر الغيار اللي بعده عشان يخش بيه على طول ويخلي نقل الغيارات اسرع، وبالتالي هدر القوه بيبقى اقل، فالعربيه التسارع بتاعها هيبقى اعلى. وده مختلف تماما عن تصميم الفتيس الاوتوماتيك العادي. طيب نستفيد من ده ايه بقى؟ وايه علاقه ده بان انا اعرف احافظ على الفتيس بتاعي؟ اهدى بس عليا دقيقه وانا هقول الطريقتين اللي هقول لك عليهم دول خلاصه تجارب ناس كتير في الموضوع ده، وانا شخصيا اعرف ناس لحد دلوقتي ماشيين حوالي 200,000 كيلو وما فكوش مسمار في الفتيس بتاعهم الدول كلاتش، وده لمجرد ان هم ماشيين على الروتين ده من الزيرو. فكمل الفيديو للاخر وانا هقول لك تعمل. زي ما اتفقنا ان الفتيس الدول كلاتش هو في الاساس فتيس مانيوال، يعني في طقم دبرياج بينقل الغيارات، والفتيس ده عشان هو متصمم انه يوفر في البنزين فبينقل الغيارات اسرع، وده عشان يمشيك على اعلى غيار ممكن فيقلل عدد لفات الموتور لاقل ما يمكن، وبالتالي هيوفر فيه بنزين. فوانت ماشي في الزحمه زي زحمه كوبري اكتوبر مثلا فالفتيس بيفضل شغال اول تاني تالت اول تاني تالت، فبيسخن بسرعه وطبعا السخونه بتاثر عليه. فالحل هنا انك طول ما انت ماشي في الزحمه انقل الفتيس على الستبترونيك او المانيوال. انت كده بتلغي عقل الفتيس تماما في انه يفكر، وبتقول له خليك على الغيار الاول، وبالتالي هو مش هينقل غيارات غير لما انت تديله الاوردر. خليك ماشي على الغيار الاول لحد ما سرعتك تزيد شويه وتحتاج تنقل، ركع العربيه تاني على الدي وهي هتنقل لوحدها. انت كل اللي هتحتاج تعمله انك تزق العصايه دي كده، ولما سرعتك تزيد شويه ترجعها كده تاني. ثواني، ده مش الحل الاول، لسه في حاجه تاني. يفضل انك ما تقفش في الاشاره وانت على الدي، هو مش غلط، بس لو اضطريت تعمل كده دوس على الفرامل جامد لحد الاخر. كده انت بتدي للعربيه اوردر وهي بتفهم انك واقف، فهتفصل الكلاتش خالص بدل ما هي تفضل معلقاه في النص، وطبعا ده هيسخن فمع الوقت هيبوظ. عامل كده زي اللي بيسوق عربيه مانيوال وبيدوس على الدبرياج نص دوسه بدل ما يدوسها للاخر، فبيجيب اجل الديسك والاسطوانه بدري بدري. لو عملت الحاجتين دول بانتظام في نظام سواقتك انا اضمن لك ان مفيش حاجه تحصل في الفتيس بتاعك، او على الاقل هيستمر معاك لاطول فتره ممكنه، وده طبعا بخلاف انك تغير الزيت في ميعاده. بس لو انت من الناس اللي بتقول ان الدول كلاتش دراي وما فيهوش زيت او ما بيتغيرلوش زيت، تابعني في الحلقات الجايه عشان انا هقول لك الخلاصه وهقول لك الفرق ما بين الفتيس الويت والدراي وازاي تتعامل معاهم في الصيانه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والفولو، وما تنسوش تشتركوا في قناه اليوتيوب وتفعلوا زرار الجرس. هسيب لكم اللينك في الكومنتات.